السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا حبايبي صلوا على سيدنا محمد عشان كده نكسب أجر الصلاة على سيدنا محمد. بصوا انا جايبه لكم وصفة جامدة جدا. الجلاش زي ما انتم شايفينه كده والله عدى الكلام، طعمه خطير، وفي ثواني هتقومي تعمليه كده وتفرحي بيه اولادك باذن الله. حاجه لذيذه، بس عايزه منك دعوه حلوه. ولو لسه بتشوفي القناه اتمنى تشتركي فيها وتفعلي الجرس على الكل، وما تنسيش تعملي لايك وشير يا جماعه الفيديوهات كده. خلي القناه يعني اهو يعني تتنطق شويه بدل ما هي نايمه على نفسها كده. بصوا الجلاش طالع مقرمش وطاري في نفس الوقت، يعني حاجه خطيره. طبعا احنا هنا ما استنيناش لغايه لما يبرد، فانا طلعته كان لسه السيرب بتاعه الجلاش ما شربوش. بس انتي هتستني عليه طبعا لما يطلع من الفرن وتسقيه بالسيرب بتاعه. هتستني عليه يعني ساعة ولا حاجة، وبعد كده تاكلوه بألف هنا. جميل جدا. بس بالله عليكم ما تنسوا تصلوا على سيدنا محمد في التعليقات، واكتبي لي كده انتي بتتابعيني من انهي بلد. يعني كده يا جماعة نفسي شفت تعليقات كتيرة كده تفرحوني وتشيصوا كده القناة. يلا بقى كده نسمي الله ونبدأ الوصفة معانا. بصوا يا حبايبي، اول حاجة هنعمل السيرب. السيرب عبارة عن كوباية سكر، وهحط على كوباية السكر دي كوباية مية، وهتحطي نص ليمونة على على المقادير دي. ولو عندك فانيليا حطي، بس انا ما كانش عندي فانيليا. وبعد كده هرفع المقادير دي كده على النار، مش هقلب ولا حاجة، هحطها على النار. هتغلي معايا. اول ما هتغلي هسيبها في حدود من 7 ل10 دقايق، وبعد كده هطفي، لان انا عشان اسقي الجلاش لازم يكون السيرب معايا بارد، يعني حاجة سخنة وحاجة باردة. تاني حاجة كده، بسم الله، انا جبت يا جماعة لفة جلاش واي نوع مكسرات. انا جبت سوداني على جوز هند على زبيب، يعني اي حاجة عندك دي، حتى لو يعني من غير اي حاجة على قد امكانياتك اعمليها، هتبقى برضو جميلة جدا معاكي. بصوا يا حبايبي، انا مسكت لفة الجلاش قسمتها اتنين. يعني بصوا مش يعني مش هتطلع زي بعض بالظبط، بس ايه يعني ايه، حاولي انت كده بالمعيار معاكي ان انت تقسمي لفة الجلاش كلها على مرتين. طبعا انا جبت صينية على اساس ان انا احط نص لفة الجلاش، لقيت ان الجلاش اكبر من الصينية. فبس كده انا هو اتفردتها، واجيب شوية المكسرات هحطهم في على النص اللي انا فردته، وهبدأ ان انا زي ما انتوا شايفين كده هتني معايا الجلاش. طبعا بالسمك اللي انت عايزاه، يعني اعمليه سمك وسط اهو. انا هفكها هنا تاني، وهبدأ ان انا اصغرها شوية عشان ما تبقاش الجلاشية كبيرة قوي، على اساس ان الطفل ياخدها يعني ايه، ما تبقاش كبيرة ويبهدل الدنيا يعني وكده. بس حبايبي كده، وبعد كده هسمي الله وهبدأ ان انا هقطعها كده معاكم. بصوا يا جماعه، انا هقطعها مثلثات زي ما انتوا شايفين كده. بس طبعا يا ريت السكينه تبقى حاميه، لان السكينه دي غلبتني عشان ما تبهدلش معاكي الجلاش يعني كده. اهو هظبط بس الحته اللي طلعت دي عادي، ما تقلقيش، ده كله ما بيبانش اساسا. بس وهبدا ان انا هقطع الجلاش كله نفس المثلثات دي، يعني شبه السمبوسه كده شويه. طبعا الخطوات شرحه نفسها، هي سهله مش صعبه خالص. بس كده انا رصيت طبعا اللي هو الجلاش في الصينيه، وجبت كده النص التاني. يا جماعه سريع، جبت النص التاني نفس اللي انا عملته في النص الاولاني، هعمله في النص التاني برضو. حطيت كده مكسرات او الزبيب والجوز الهندي يعني. انت ممكن يعني تكسري شويه السوداني على اساس ما يبقاش كده يعني ايه سودانيه سليمه، بس انا قلت حاجه سريعه يعني. اهو يا حبايبي كده، وهبدا ان انا هتني في برضه في الجلاش نفس هي نفس اللي انا عملته، وهبدأ برضو اقطعه معاكم. وما تنسوش تقولوا يا جماعة الباقيات الصالحات، يعني نكسب كده ثواب اللي كمل معايا. سبحان الله والحمد لله
ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بص حبايبي كده انا هسقي الجلاش دلوقتي. لا اما تحطي نص كوبايه سمنه كبيره او كوبايه سمنه صغيره. السمنه دي مش سخنه، السمنه دي يا دوبك انا بس سيحتها. تمام كده، لان طبعا الجو ساقع والسمنه بتبقى يعني متماسكه. حطيت لها معلقه صغيره بيكنج باودر. البيكنج باودر كده هيديها هشاشه وهتبقى طعمها تحفه معاكي، وهتتشرب العسل وهتبقى خطيره ومقرمشه كده ولذيذه يعني. هبدأ ان انا هسقسق كده بالسمنه على الجلاش زي ما انتوا شايفين. متقلقوش يا جماعه، السمنه مش كتيره على اساس ان احنا ما دهناش الرقات. انا انتوا شايفين كده الجلاش ما حطيتش فيه سمنه خالص اهو كده. هبدأ اسقي الجلاش كله بالسمنه اهو يا حبايبي كده. وبعد ما اسقي الجلاش بالسمنه اللي معايا هسيبه كده 10 دقايق ان هو الجلاش يتشرب معايا السمنه اللي انا حطيتها دي. بس كده. طبعا الحتة اللي مش فيها سمنة، لان السمنة دي هي اللي هتحمر معايا وش الجلاش. فامشي بس بالخطوات وجربي كده وقولي لي هيطلع طعمه ايه. والله اللي بقولك هيطلع طعمه تحفة معاكي. اه يا بنات كده انا عندي الاضاءة مش حلوة بس هو طالع جميل جدا والله، احلى من كده كمان. طبعا احنا قلنا الجلاش هيطلع من الفرن يكون سخن والسيرب بارد. وصح قبل ما تدخلي لفة الجلاش دي بيكون الفرن سخن. تمام كده، على درجة حرارة 200. وطبعا تخلي بالك عشان هو بيحمر بسرعة. لما يحمر معاكي هتبدأي ان انت هتشغلي عليه الشواية من فوق لغاية لما ياخد اللون اللي انت حباه. انا كنت ممكن اغمق كمان عن اللون دوت كان هيطلع برضو جميل، بس انا بصراحة كنت مستعجلة اهو يا بنات كده. والله طالع تحفة مقرمش وجميل، ولو عملتيه في عزومة في اي حاجة. طبعا كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي، وداخل رمضان حاجة زي كده برضو مش وحشة لما تعمليها. جميلة وسهلة وسريعة. بالله عليكي بقى ما تستخسري فيا اللايك واشتركي في القناة، وان شاء الله قناتي هتعجبك بإذن الله. وطبعا كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب يجي على رمضان كده يا رب خير على على الناس جميعا، واللهم بلغنا رمضان. يلا حبايبي اسيبكم طبعا في رعاية الله، وبشكركم جدا، وباي باي. اه يا بنات انا كده ما استنيناش طبعا عشان الجلاش كنا عايزين ناكله. فانا المفروض كنت سبته شويه وغطيت عليه كده على اساس ان هو يتشرب يتشرب السيرب وبس.